سمر، هتسافري دلوقتي يا بنتي ولا ايه؟ بس احسن حد يسمعك. الله، انت مش قلت الدلال تقول لابوكي؟ ايوه بس برضه يعني مش عايزه حد يعرف. هروح معاكي. هتروح معايا فين؟ رحلة. ازاي يا وحيد؟ واقول لهم ايه؟ دي مشكلة. انا ما شرفكيش. يا وحيد اللي انت بتقوله ده، انت عارف كويس ان انا ما اقصدش كده. طب اقول لك ايه، قولي لاصحابك ان ده واحد بابا بعته معاكي عشان يحميكي. يحميني من ايه؟ احنا كلنا هناك اصحاب في بعض، ما تقلقيش عليا. لو المشكلة في صحابك سيبيها عليا، هم بعد كده هيقولولك وحيد يطلع معانا تاني. صباح الخير يا ربنا. ازيك يا فادي؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. ايه ده بقى بيعمل ايه هنا؟ في يا فادي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ وحيد طالع معايا الرحله. طالع معاكي؟ طالع يعمل ايه يعني؟ ده شيء ما يخصكش يا اخ فادي. بقول لك يا سمر، لو عايزه تعتذري قولي مش طالعه، ما تقعدش تعملي لنا فيها الافلام دي بقى. افلام ايه بس ومسرحيات ايه؟ وبعدين هو انت ليه يعني واقف على المسرح لوحدك؟ ما تاخدنا معاك يا عم. صباح الفل يا رجاله. ايه يا فادي، ما تسيبه يطلع معانا، ده دمه خفيف موت. والنبي انت اللي دمك زي السكر. يلا يا جماعه والنبي عشان دماغي هتتلسع. يا فادي انت كده بتحرجني. وعلى فكره وحيد لو ما كانش هيطلع معايا انا ما كنتش اصلا هعرف اطلع الرحله دي، فانت المفروض تشكره اصلا. ايوه المفروض تشكرني. وعامه اوكي، لو مش قادر يعني ومش عايز خلاص، بس انا هضطر امشي. خلاص يا سمر اتفضلي اركبي. وانا مفيش اتفضل اركب. اتفضل اركب. على فكرة يا سمر، الواد فادي ده عايز يتربى من جديد. معلش يا وحيد، معلش. يلا يلا.